عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده جايه اتكلم معاكم عن جهاز الليزر المنزلي. يلا بينا. ده بقى شكله من جوه، بيجي معاه نضاره زي كده، وده الجهاز ذات نفسه اهو، ودوت الشاحن، يعني هو شاحن ولازم بيشتغل بيه في نفس الوقت. وبيجي معاه 3 عدسات، العدسه اللي موجوده اصلا في الجهاز اللي هي دي اهي، دي كده المتركبه اللي احنا اصلا بنشيل بيها الشعر. ومعانا واحده بتنعم، ومعانا واحده بتشيل الحبوب. تمام. وقلنا برضو الشاحن. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه كده، بقالي كذا شهر كده بستخدمه، فعايزه اقول لكم على كام تركايه تخلي بالك منها لو انت يعني ناويه ان انت تجيبي الجهاز بتاع الليزر المنزلي. بصي يا ستي، اول حاجه هو حلو جدا في البرايفسي وفي الحاجات دي، بس في حاجه بقى مهمه جدا. انت لو عايزه تجيبي جهاز الليزر لازم تكوني عامله جلسه او جلستين على الاقل خالص في مركز تجميل، علشان يكون معمول بجهاز الليزر اللي عندهم القوي جدا، فلما تيجي تستخدمي دوت يجيب معاكي نتائج فعاله. دي حاجه. تاني حاجه بقى، انت لازم تعملي جلسه كل اسبوع. يعني انا دلوقتي عملت مثلا يوم الخميس، تمام، فالخميس اللي بعديه هعمل جلسه رتوش. يعني كل اسبوع لازم ليكي جلسه تعملي بيها. في الوش ما بتعمليش اي شفره او اي مش بتشيلي الشعر، بتعملي كده على الشعر على طول. انما في الجسم لازم تبقي عامله قبليها بيومين تعملي جسمك بالشفره علشان ما تلتهبيش. وتعالوا بقى اوريكم بيشتغل ازاي. يلا بينا. الشاحن اهو، يلا نحطه. بصوا بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده تدوسي هنا، تفضلي دايسه كده. استنوا، بصوا اهو، بنحط دي هنا كده، تمام. بعد كده نفضل دايسين هنا كده. اشتغل. انا اصلا كنت جايباه في نص مليون ومضه او نبضه. هو يعني حلو جدا وهيكفي معايا كتير قوي يعني. بصوا بقى، شايفين الحته اللمبه اللي هي هنا، في منها واحده هنا وفي منها واحده هنا كمان. طول ما هي مديه اللون الابيض ده كده يبقى هي لسه مفيش نبضه علشان اخدها. طيب بصوا، انتي اول ما بتفتحيه دي السرعات بتاعتك 2 3 4 5، في 5 سرعات. انصحك ان انتي اول ما تيجي تبدأي مثلا بواحد او 2، ما تبدأيش على طول بالخمسة لحد ما جسمك يتعود عليه، وبعد كده تبدأي تدخلي على ال5 علشان يبقى تاخدي منه نتيجة سريعة. طيب بصوا، طول ما هو لسه ما عملش هنا لون بستاش كده او لون اخضر، يبقى هو كده لسه ما فيش منه نبض. دي حاجة. تاني حاجة، طول ما هو على الهوا كده، تمام، انتي ما بتخسريش نبضات، يعني لازم يكون قريب للجسم كده علشان يعمل زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا اهي، شايفين اهي جت كده باينالكم، مش عارفه ليه لونها ابيض. بصوا اهو، ما خسرتيش حاجه. بصي وانس ان انا حطيته، تمام، عمل. طيب انتي بتعملي وتستني ثانيه علشان تيجي النبضه اهي، ان شاء الله يكون لونها باين لكم، اللي هي الخضره اللي هنا. طول ما دي كده موجوده خضره عادي، انت تقدري تاخدي النبضه بتاعتك عادي خالص، تمام. بصوا علشان لسه مش لونها اخضر ما ادتنيش. شفتوا لما بقى لونها اخضر عادي ان انا اعمل. طيب كده احنا قلنا السرعات بتاعته وطريقه فصله اهي برضو، تمام كده. وتشيلي، والمفروض ان انتي بتعقمي دي وبتعمليها. عايزه اقول لكم يا بنات ان هو حلو جدا وسهل جدا. هو بس في مشكله زي ما قلت لكم، ان هو لازم تكوني عامله في مركز تجميل جلسه او 2 علشان انتي تقدري ان انتي تعملي بيه. طيب كده انا اكون وضحت لكم كل حاجه عنه، واستنوني بقى وانا بعمل المستاج. انا عملت وشي في الجلسه بتاعه الريفيل، هطلع اعملها معاكم، وفي المستاج لسه اول مره اصلا اعمله. يعني انا لو واخدين بالكم انا سايباه علشان هعمله. وسالت الدكتور وقلت لها ينفع ان انا يعني اشيله بالشفره او كده؟ قالت لي الوش والمستاج دول ما بيتشالوش خالص بشفره او باي حاجه. وبس كده، وعايزاكم تعملوا لايك وكومنت واشتركوا في القناه، وتعالوا على الانستجرام، واي حد مش متابعني يتابعني عشان يوصل لكم كل جديد. بس كده، باي.